مع السفرة الكرام البررة من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويشعر بصعوبة ومشقة له أجران بفضل الرحيم الرحمن جل وعلا. يبقى المحافظة على الورد اليومي للقرآن، فقراءة القرآن من أعظم وسائل التثبيت للفؤاد على طاعة الرحيم الرحمن جل وعلا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثالثا، العمل بالطاعة، العمل بالقرآن، امتثال الأمر، اجتناب النهي، الوقوف عند الحد على قدر استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. شايف الدليل الجميل؟ قال الله جل وعلا، اسمع: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انت بتسمع الآن كما هائلا من الحلقات والمحاضرات عبر هذه الفضائية وغيرها من الفضائيات، تسمع الآن عن الله وتسمع الآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب عليك أيها الأخ الحبيب، وواجب عليك أيتها الفاضلة الكريمة، واجب علينا جميعا أن نجتهد وأن نعمل بما نسمع عن الله وعن رسوله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. رابعا، تحقيق الإيمان وتجديده وتعهده. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. ومش عاوزين نفتن الناس في قضية العمل شرط صحة ولا شرط كمال، جنس العمل شرط صحة ولا شرط كمال. يا أخي والله ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ قط، وما ذكرها سلفنا الصالح في القرون الخيرية الأولى. فلما نفتن الناس؟ لما لا نقتصر على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لا نعلم الأمة أركان الإيمان كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لما لا نعلم الأمة حلاوة الإيمان؟ لما لا نعلم الأمة طعم الإيمان؟ لما لا نعلم الأمة نور الإيمان؟ لما لا نعلم الأمة شعب الإيمان؟ ولنقتصر على هذا ولنكتفي بهذا. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان: باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فلنقتصر على هذا. الإيمان نعلم الأمة: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. ونعلم الأمة أن الأعمال من الإيمان، سواء كانت هذه الأعمال قلبية أو بدنية. يا أخي باب حب الأنصار من الإيمان. شايف الترجمة الفقيهة للإمام البخاري؟ باب حب الأنصار من الإيمان. الحب ده عمل قلبي فضلا عن الأعمال الظاهرة. فيجب علينا أن نعلم الأمة أركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان وشعب الإيمان. الإيمان 67 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فتحقيق الإيمان وتجديده، لأنني ذكرت الآن أن الإيمان يحتاج إلى تعهد ويحتاج إلى تجديد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والصحابي الذي كان يلقى أخاه ليقول هيا بنا نؤمن ساعة هو لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد تجديد الإيمان. يريد الصحابي أن يجدد إيمانه بجلوسه مع أخيه حين يجتمعان ليذكر الرحيم الرحمن جل وعلا. فالإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بالذكر، وينقص بالمعصية والغفلة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تعهد إيمانك أخي الحبيب، وتعهدي إيمانك أيتها الأخت الفاضلة. أنا أسألك بالله، هل يزيد إيمانك وأنت أمام فيلم فاضح،
وأنت أمام مسلسل هابط، وأنت أمام برنامج تافه، هل يزيد إيمانك؟ هل يزيد إيمانك يا أختاه وأنت أمام هذه الأفلام أو المسلسلات أو البرامج التافهة؟ أبدا. تعهد إيمانك، واعلم بأن الإيمان يزيد بالطاعة وبالذكر، وينقص بالغفلة وبالمعصية. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق يعني لا يبلى. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أو للرواية تاني: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وتدبروا معي هذا الدليل الجميل من كتاب ربنا الجليل. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فالإيمان بالله سبب من أسباب التثبيت، وسبب من أسباب هداية القلب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى جميل أو تجديد، تحقيق الإيمان وتجديده وتعهده. هذه نقطة في غاية الأهمية، من أعظم وسائل الثبات على الدين أن نحقق الإيمان. بل أنا أدين لله جل وعلا بأن تحقيق الإيمان سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. بل أنا أدين لله جل وعلا بأن تحقيق الإيمان السبيل الأوحد أو الأول لتحقيق النصر والكرامة والسعادة. بل أقول إن القرآن كله أيها الأفاضل في قضية الإيمان بالله جل وعلا. بل ما خلق الله الخلق وما خلق الجنة والنار وما أنزل الكتب وما أرسل الأنبياء والرسل إلا من أجل قضية الإيمان بالله جل وعلا، إلا من أجل قضية العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل وما أمر نبي قومه أول ما أمر إلا بإفراد الله وحده بالعبادة. وما حذر نبي قومه أول ما حذرهم إلا من الشرك بالله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله الله في الإيمان. أيتها الأمة يا من أسكن الله حبك قلبي، يا أمة الحبيب، الله الله في الإيمان. والله لا كرامة لنا إلا بتحقيق الإيمان. والله لن ننصر على أعدائنا إلا بتحقيق الإيمان. والله لن ننجو في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيق الإيمان. والله لن نثبت على طاعة لله، ولن نثبت على فراش الموت، ولن نثبت على صراط الآخرة إلا إن حققنا الإيمان. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سادسا الذكر. الله، الذكر حياة للقلوب، الذكر حياة للأرواح، الذكر سعادة في الدنيا والآخرة، الذكر نور للوجوه، الذكر نور للقلوب، الذكر نور للقبور، الذكر نور في الدنيا والآخرة. أدم ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فذكر الله يحيي الله به قلبك، يثبت الله به فؤادك على دينه وعلى طاعته. يا إخوة يا أخوات، شتان بين ذاكر لله وبين غافل عن ذكر الله. إن شئت فقل الأول حي وإن شلت وحبست منه الأعضاء، والثاني ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وصراخا وتحرك بين الأحياء. الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. يكفي أن تعلم أن الذاكرة في معية الله، في معية الله. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وقد ذكرني شيخنا الحبيب سماحة الشيخ رجب ديب الذي شرفت بزيارته اليوم، قال كلمات رقراقة جميلة.